البندقية مثل عنوان أول عروض مهرجان كلاسيكيات النجمة الزهراء في دورته الأولى، مهرجان خص له أول الربيع للاحتفال به. عروض موسيقية كلاسيكية من الغرب مثلت ميزة المهرجان الذي يتواصل إلى موفى الشهر الحالي. قد تعيد الاهتمام بهذا النمط الموسيقي بعد أن هجره الكثيرون لنقص في عروضه. احنا كنا نعملوا الحفلات متاع موسيقى كلاسيكية متفرقين يعني على العام الكل. السنة اخترنا في التوجه الجديد متاع البرمجة ان كل شهر اون لو ديدي الموسيقى معينة. دونك شهر مارس ان شاء الله باش يكون من كل عام مخصص للموسيقى الكلاسيكية. هذه الدورة الأولى. اليوم عرض الافتتاح بقيادة ناصر قمش بمشاركة عازفين من فرنسا. موسيقى في البندقية سنة 1700 بين الشرق والغرب، هذا هو عنوان عرض فاتحة المهرجان. موسيقى باروك راقية والقريبة أيضاً من الموسيقى العربية حلت ضيفة بقصر النجمة الزهراء وألهمت الجمهور الحاضر. العرض الليلة يقدم موسيقى من فينيس، المدينة المعروفة أنها مخزن موسيقى باروك. العرض فعلا للجمهور لمعرفة موسيقى باروك عن كثب في تونس. كما هو مألوف، موسيقى باروك ثرية جدا، بالإضافة إلى أنها قريبة من الجذور العربية. كما أنا سعيد بوجود جمهور جاء ليحضر المهرجان. سيسيل ديزييه فرنسية عاشقة موسيقى باروك، وحدثتنا عن اختصاصها في هذا اللون الموسيقي. تقول سيسيل أنها أيضاً منذ طفولتها تحبذ الأشياء الكلاسيكية والتي تحمل عبقاً تاريخياً. هي الآن تجوب العالم لتأخذه في رحلات إلى فينيس عبر الموسيقى. حتى موسيقى باروك التي تعد موسيقى عالمية راقية وخاصة جدا. أنا سعيدة باكتشاف الاهتمام بها في تونس ومشاركتي في هذا المشروع الفني. أيضا رغم أن زملائي في العرض ليسوا من المختصين في أداء هذا اللون الموسيقي بعمق أكبر، إلا أنها تمثل فرصة للتبادل بيننا وتعلم لبعض الإيقاعات هنا. الاختلاف موسيقيا يعد طبعا أمرا جيدا. الحفل يعد حدثاً فنياً راقياً، جاء ليؤكد مرة أخرى أن الموسيقى لا تزال جامعة لجميع الأشخاص باختلاف أفكارهم وتوجهاتهم. هي رحلة مجانية إلى عوالم حالمة.